السلام عليكم. الآن كنت حابة باش نكمل كاع الفيديو في الأول مع بعض، ولكن للأسف ما حبش يقراه لي. الآن ها هو الرفيس تاعنا بعد ما وجدناه. نشمخو بقطرات تاع الحليب كما تشمخي الطعام تاعك عادي، وديريه إفور كما راكي تشوفي معايا في الصورة. تشمخيه عادي كما نشمخو الطعام تاعنا، ونديروه فور المرة الأولى. ها هو بعد ما فرنا المرة الأولى رجعوه في الريسيبيون تاعه ونخلوه حتى من يبرد لنا تماما، يعني ولينا حتى يكون دافئ. معليش نعاودوا له نفس الكرة، نشمخوه بالحليب، قطرات تاع حليب فقط، ونعاودوا نفوروه المرة الثانية. هاد المرحلة تعطينا طراوة لهاد السميد تاعنا، ما يجيناش قاصح، لانه ما غاديش يطيب في الماء، ما غاديش ديجا راهو درناه في الفوغ، يجي طري ما يجيش قاصح. تعاودي ترجعيه المرة الثانية، توجدي له يعني الحسل والزبدة تاعك عادي. ها هو راني موجدته، وعلى حساب ما تحبيها يعني جارية بزاف، ولكن الاصلي ما يكونش جاري بزاف. حنا الرفيس تاعنا في الاصل تاعه ما يجيش جاري بزاف. ها هو كيما راكي تشوفي معايا في الصوره، يجي القوام تاعه كيما هاك. انا شخصيا نحبه كيما هاك، تعلمته على الوالده الله يرحمها كيما هاك. وها هو في شكله النهائي. تزينيه كيما تحبي، يعني انا راني نوريلك في الطريقه التقليديه اللي تاع بكري ماشي تاع درك. ديري له القرفه كيما تشوفي معايا، ولا حبيت تزيين كيما حنا نقولوا تاع دروك، ديري له. كاين يعني الحلوى تاع اللي راهي في الاسواق ما شاء الله. ديري دراجي، ديري سمايلي، ديري اي حاجه تكون عندك ديريها، ولكن هذا هي بالقرفه هو الطبق الاساسي والرئيسي يجي كيما. الا حبيتوا ان شاء الله هذه الوصفه وتعجبكم، ان شاء الله تعجبكم وتسيوها، ديروا جيم لا فيديو. كل عام وانتم بخير، واشتركوا في القناه.